طيب السلام عليكم، معكم شادي العبادي، وأنا هسه خلصت محاكاة آه، ناومن. تمام، إذا لفظت الاسم صح. وكانت من أحلى الشغلات اللي عملتها بصراحة بحياتي، وحاب أحكي شوي عنها للشباب اللي بتتابعني، لأنه بالذات اللي متابعيني على السوشيال ميديا زي سناب شات وهي الأشياء كنت أنزل كثير شغلات يعني من المحاكاة هاي، وكانت عجبيتهم. ببساطة أنا اكتشفت إنه إحنا عندنا في المملكة منظمة. طبعا هحكي اسمها غلط لأنه اسمها بالإنجليزي كله، فهحكي غلط. هو اسم لواحد بس أنا هحكيها بشكل غلط. اسمها فريد، تمام، ريتش ناومان، إشي زي هيك. يعني هاي المنظمة موجودة عندنا إحنا في الأردن يعني بشكل عام، ومهتمة بحقوق الإنسان كثير. أنا ما كنتش عارف عنها بصراحة، ولكن أول ما سمعت عنها كانت من قبل أصدقاء لإلي بيشتغلوا بالسياسة وبيهتمين كثير بالسياسة، وفي الأغلب يعني حيصيروا شغلات كبيرة يعني في المستقبل. أنا الشيء أنا متأكد منه يعني. وأغلبهم يعني توجههم يعني بعضهم مدني، بعضهم شيوعي، بعضهم حتى خلينا نحكي يعني من تيارات مختلفة، ولكن طبعا كلها بعيدة عن المحافظ وبعيدة عن الديني زي ما بيحكوها. وانا من قبل سنة قلتها يعني حتى بفيديو السؤال والجواب لي، بلشت اهتم بموضوع السياسة وبلشت احاول احتك بهذا الوسط. فعن طريق اصحابي يعني حكوا لي في منظمة احنا عليها قبل هيك، واحنا بننصحك تروح عليها. ولي اصدقاء يعني بيشتغلوا حتى يعني معهم يعني. فانصدمت من اللي شفته، يعني كانت التجربة بالنسبة لي يعني والتسجيل فيها من اجمل ما يكون. ولكن طبعا انا بعرف على المنظمة يمكن قبل تقريبا يعني من فترة طويلة، مش من هسه عرفتها، بس ما سجلت بشي عندها. والسبب راجع بهيك شيء انه كان في تخوفات عندي، لانه كان بصراحه بعض الناس كانوا يحكوا لي والله يا هذول الناس يعني حكوا لي حكي ما بدي انشره على السوشيال ميديا، ولكن حكى لي كثير كلام عنهم. وتبين لي يعني بصراحه بعد ما رحت واخذت معهم اكتشفت انه كل الكلام اللي بينحكى عنهم كلام فاضي كالعاده. دائما اي شيء اسمع اي شيء بحذرك منه المجتمع اذهب عليه مباشره، حتكتشف انه شيء بيجنن. وطبعا اكتشفت انهم هم هذول ناس عن جد ليبراليين، اكثر ناس ليبراليين في المملكه هم هذول الناس. يعني هذا اللي حكى لي حتى مع الناس المشاركين معي يعني. فالمهم يعني اخذنا اشي محاكاه. المحاكاه هاي شو بتعملوا فيها؟ بخلوك تعيش يعني خلينا نحكي احاسيس مجلس النواب، وبخلوا يعني اربع فئق يعني موجوده. تمام، طبعا التقسيمه هي عشوائيه بشكل عام. ناس بروحوا المدني، تمام، اي طبعا الاسماء مختلفه، ولكن في ناس بروحوا على تيار مثلا الليبرالي، ناس بروحوا على التيار الاسلامي، ناس بروحوا على المحافظ، وناس اعتقد على الاشتراكي كمان. فاحنا عندنا اربع فاق بكون. وطبعا اعطونا هذا الكتيب اللي فيه طبعا كل التعليمات وايش هي مثلا القوه عند كل حزب او كل فكره. يعني مثلا الاسلامي بقول لك شو مثلا قوته، بايش قوته، وايش نقاط الضعف عنده. الحزب اليسار مثلا برضه عنده نقاط قوه، عنده نقاط ضعف. والحزب الديمقراطي عنده قوة ببعض النقاط وعنده ضعف بنقاط ثانية. فبعطيك يعني مع انها محاكاة، بس الحكي المكتوب هنا فعلا صحيح. يعني بيجيب لك القوة والضعف بكل حزب وكل فكرة موجود حتى في المملكة، يعني أكبر الأفكار الموجودة في المملكة. وطبعا 5 أيام قعدت معهم، ودونا على فندق جميل جدا. طبعا أنا انبسطت بالفندق، وحاجيكم بقصة الفندق هاي كمان شوي. وكانت يعني تجربة جميلة زي ما بنقول يعني. فبشكل عام يعني كانت الأجواء حلوة. وأنا انبسطت إنه كمان في كثير شباب يعني الفكرة تاعهم زي الفكرة تاعي بالضبط. تمام. وهي الشغلة كانت بالنسبة لي صدمة. صدمة ليش؟ لأنه هذول الشباب اللي لقيتهم يعني أغلبهم مؤثر. أول شغلة 3 أرباعهم يعني بيأثر بالمكان اللي هو فيه، واغلبهم يعني ناشطين يعني في اشياء كثير، مش بس على السوشيال ميديا. في اللي شغال بالاعلام، في اللي شغال بالقضاء، في اللي لساته بتعلم. فشغل كثير بتجنن، وانا اعطتني امل انه لا، احنا عندنا نخبه من الشباب اللي حينهضوا بهاي الدوله. او الجيل الجاي اللي هو او الجيل تاعي انا، انه طبعا الجيل تاعي لساته مسحوق لحد ما يعني. فاللي حيطلع هذا الجيل حيكون كثير بخوف وقوي يعني ومتعلم وذكي. فيعني وزي ما برجعوا بعيد يعني فكرة انه اصلا عملوا 4 مجموعات هاي كانت مقصودة. صحيح انه احنا غالبيتنا كنا الموجودين
عندنا نفس الفكرة لحد ما تمام، ولكن لما اجوا قسمونا خلوا ناس تدافع عن الحزب الاسلامي، ناس تدافع عن الاشتراكي، عكس الافكار اللي هي عندهم. هم كان بدهم شيء معين بس كلهم توزعوا باشياء يعني مختلفه ولازم يدافعوا عنها، وكانوا جد يعني مبدعين الشباب بالمحاكاه. يعني كانوا مبدعين لدرجه انك بتحسهم عن جد متقمصين الدور تاع الحزب اللي هم مثلوه او الفكره اللي هم كانوا يدافعوا عنها. وطبعا اخذنا اشياء ومعلومات كثير عن السياسه، يعني انا نفسي ما كنت يعني اتخيل ان اعرفها. انه انا كشادي انا قلت كثير انا لاني ضعيف بالسياسه ما بعرف انا نفسي شو توجهي، لانه بصراحه انا كشادي دائما بحس حالي انسان ما بحبش يتقيد، وبنفس الوقت دائما عندي مشكله مع الافكار الموجوده. يعني يمكن مثلا اتفق مع الشيوعي بشغلات بس برضه انا ضده بشغلات، ممكن اتفق مع الاسلامي ببعض النقاط الصغيره ولكني بختلف معاه ببلاوي شغلات زي مثلا تطبيق الحدود والشريعه وما الى ذلك. بنروح مثلا على حتى المدني والليبرالي وكذا برضه بحس اني معه، بس برضه موضوع الديمقراطيه شويه او حكم الشعب شوي عندي في اشكاليات مش واضحه، مع انهم هم عندهم موجود عليها كل هاي الاحزاب طبعا والافكار عندهم موجود على هالاشياء، ولكن بعضهم مش لاقي حالي فيها. طبعا أنا لما كنت معهم طلع معي الحزب اللي يسار العمالي يعني خلونا يعني اشتغل معهم يعني، وكانت شغله حلوه. طبعا لازم انوه على شغله كمان بالنسبه للناس يعني رح يحكوا لك انه هاي يمكن مؤامره علينا ومش عارف شنو. في ناس هيك مسطلين اي شيء مثلا بكون ليبرالي او علماني او مثلا منظمه مهتمه بالسياسه بصير دخلوا فيها اجندات وتخبيصات. هذا الحكي ما صار نهائيا، انا يعني من اللي انا شفته كانوا كثير حياديين بالشرح الاشياء اللي بيحكوها، كانوا كثير مهنيين اللي كانوا يعطونا. بنفس الوقت كانوا مع يعني حتى الافكار تاعتهم انا مثلا بعرف انه في فلان وكذا هيك التوجه تاعه، مع ذلك حتى كانوا يحكوا ضد التوجه اللي هم عليه عشان يعطونا تجربه كامله بهاي المحاكاه. ثاني شغله انا اخذت شهاده منهم مكتوب عليها انه كمان الشهاده هاي ممنوحه من مين؟ من وزاره الشؤون والسياسه السياسيه والبرلمانيه. يعني حتى هذا الحكي اللي انا اخذته هذا كمان يعني الدوله نفسها مراقبه عليه وشايفيته ما في اي اجنده ولا حكي فاضي زي ما البعض يعني كان نبهني، يعني قال لي كلام فاضي بصراحه كله. دائما هيك المجتمع لما يكون خايف من شغله بتكون كذب بشكل عام يعني، او بكون هو متخوف من شغله غير موجوده يعني. وهالشهاده بصراحه كتاب افتخار فيها. طيب فزي ما قلت يعني اصحابي اللي هم اللي وصونا عليها وهم اللي حكوا لي لازم تروح وكذا. واحنا عن جد كانت تجربه حلوه يعني بالذات بالفندق. يعني كانت تجربه انا اول مره بحياتي بقعد بفندق يعني فاهم، يعني كانت تجربه كثير حلوه لإلي بالنسبه. وكمان قدام البحر الميت بتفتح الشباك بتلاقي البحر الميت قدامك، وانا شفته وانا كثير صغيره يعني فكانت تجربه لطيفه. موضوع انه كان في ناس تغني بالليل مغنيين، وكانت في اجواء، وكان بعض الاكل. انا مشكلتي كمان لما رحت هناك انا زاد وزني وما بقول قديش وزني زاد، بس انا كان وزني ثابت لحد معين، كان ثابت وزني. انا دائما بشيك على وزني هو ثابت تمام. لما رحت هناك خبصت بالاكل لاني لقيت كل ما لذ وطاب يعني. وقصة المطعم هاي ضايقتني، الكل باكل بشوكة وسكين يا زلمه، انا مش عارف اكل بشوكة وسكين، انا متعود يا زلمه افغم زي ما يعني فاهم بيدي اكل خلص هيك. طبعا بالاخر يعني تعودت يعني من اول يوم غصبا عني صوت اكل بشوكة وشغله تافهه بس والله كانت مستفزه بالنسبه لي يعني شويه، بس بعدين تعودت على شيء. وزاد وزني زي ما قلت لاني شفت اكل من كل ما لذ وطاب، فكنت يعني وقت الغداء والعشاء وكذا خبص كثير بصراحه فزاد وزني. هاي من النقاط صدقا يعني في شغلات كثير طنشت عشان كنت افكر ببطني، وانا غم فخور بذلك، ولكن هذا اللي صار. يعني الاكل زاكي انا ما بقدر اتحمل يعني معلش يعني. فهاي من الاشياء كمان الغبيه اللي صارت يعني. بس كانت والله الاجواء حلوه وممتعه. انا برجع بعيد انبسطت لما شفت بنات وشباب زي الفكره اللي عندي، ناس منفتحين لابعد حد، بيحكوا بتطلعاتهم، عندهم امل في البلد هاي لبعدين، وبحبوا البلد. يعني كلهم عن جد بحبوا البلد، ما شفت حدا فيهم والله يعني جد بدهم يتعلموا السياسة عشان يخدموا هاي البلد وعندهم تطلعات. وناقشنا كمان شغلات وبنود مثلا زي موضوع النقل. أنا كنت مع جماعة النقل، ناقشنا مثلا أشياء كثير خلتني حتى أنا أفهم إنه شغل النواب مو سهل. أنا كنت أفكر بصراحة شغل النواب حكي فاضي وطوش،
وصحيح صارت شوية مناوشاتك بالمجالس اللي كنا نعمله، ولكن لا تبين انه شغل المجلس صعب. يعني انا حتى بالاخر يعني من كثر ما بالاخر يعني ظليت قاعد مش عارف شو بدي اعمل، يعني من كثر الاشياء السريعه اللي كانت تصاب بالمجلس، ما يسمى بين قوسين المجلس النوابي هذا تاعنا الصغير. جد شغل النواب طلع صعب عن جد، يعني في حديه، في انتقادات، في احيانا بتصير مشاكل، يعني طلع الموضوع كثير مختلف عن اللي احنا بنشوفه. احنا بنشوف بس ناس بتضرب بعض بالمجلس، بنفكر انه هذا هو مجلس النواب، مع انه طلع الموضوع برجع بعيد كثير معقد وكثير صعب مش سهل. تمام. فهذا كمان غير نظرتي للمواضيع اللي شفتها. كمان من الاشياء اللي حبيتها كمان رحت هناك كانوا عاملين شجره كريسمس حلوه شكلها كثير، وكنت نزلتها يعني ومع رجل ثلج، وحتى الديكور هذا تاع الفندق كان حلو كثير، من اكبر الفنادق انا حسب ما عرفت. وانبسطت اكثر كمان من شغله كمان وانا هناك، إن لقيت شباب يعني عارفين قناتي وبعرفوا بتابعوني، بس طبعا بيحكوش يعني عن الموضوع، ولكن حكوا لي احنا مبسوطين باللي بتعمله، واحنا بنتابعك من فتره يعني منيحه، وانت شاب كويس بتسويه. طبعا الاوضاع الماديه حكوا معي، واحد فيهم حكى معي بالاوضاع الماديه انه مش عارف شو دخلها في القصه، بس هو حكى انا عارف ان وضعنا كلنا صعبه ماكلينها واحنا العلبانيين بشكل عام يعني. فهي كانت شغله حلوه. وطبعا انا ليش بحكي عن هاي القصه انا بالذات؟ انا بحكي لهذا الحكي للشباب الاردنيين اللي بيتابعون اللي عندهم نفس توجهي. في امل، بلدنا فيها امل، وفي ناس كثير زينا، في ناس عن جد تشتغل بهاي البلد يعني موجودين. يعني انا نفسي انصدمت لما عرفت بهذا الموضوع. انا سمعت عنهم يمكن زي ما قلت قبل تقريبا فتره، يعني يمكن سنه سنتين شيء زي هيك، يعني من خلال صديق لي هو زي ما قلنا يعني تابع لواحد من الاحزاب، الحزب المدني بين قوسين، يعني كان تابع له، ما بعرف اذا لساته تابع ولا، وهو قال لي عنهم يعني، وحكى لي إن لازم اخذك هناك وكذا يعني. بس اوكي وقعد دفتر مش مهم. فقال لي عنه يعني كثير، بس انا فكرت الموضوع يعني ما توقعته بهاي الاحترافيه خلينا نقول وما الى ذلك يعني. طبعا حسب ما فهمت هم بيعملوه كل كم من سنه، بيعملوا شيء زي هيك، او كل سنه ما بعرف بالضبط بصدق المده، ولكن يمكن يتابعوا حساباتهم بالذات الحساب الخاص بالمملكه عشان تشوفوا اول باول الاشياء اللي بيعملوها، يعني اللي حتكون طبعا بالوصف الفيديو هذا او بالتعليقات حسابهم على الانستا، وممكن تتابعوهم يعني. فانا بنصح جد الشباب اللي عندهم فكر مدني او فكره خلينا نحكي بعيدا عن بالذات الحزب الاسلامي، يروح على هاي المواضيع. مش لانهم بيحكوش ولا ضد الاسلام ولا لا، لا بصراحه بحكوش شيء ضد الحزب الاسلامي، عشان اكون واضح ما حكوا شيء ضد الاسلاميين. تمام. بالعكس زي ما قلت مثلوا الحزب الاسلامي في بعض الشباب اللي اتقنوا دور الحزب الاسلامي. ولكن انا ايش قصدي هنا؟ ليش ما بنفع انا شايف واحد اسلامي يروح على هيك شغلات؟ لانه بصراحه يعني احنا كنا قاعدين بفندق كان في كثير سياح واجانب. تمام. وطبعا في نساء يعني ما بيلتزموا باللبس الشرعي بين قوسين، فشغله زي هيك اكيد ما حتعجب واحد اسلامي ويمكن تضايقه بصراحه يعني. كان هناك برضه ممنوع حدا يتدخل بحدا، هاي شغله كمان، ممنوع حدا كمان يحشر حاله بحدا. فهي الشغلات بصراحه يعني صعب واحد اسلامي يقعد يتمسك فيها، صعب يعني. ما بحكي هيك استنقاصا والله، بس صعب عليك انت تكون في مكان بالنسبه لك انت شايف الناس اللي فيه كلهم كفار وما الى ذلك يعني. فانا مش شايف يعني انه اذا انت كنت شخص اسلامي ما حتناسبك هاي القصه يعني بصراحه. الا اذا قضيتها بالمطبخ زيي حتفيدك هنا يعني. ما بقولش انه في اشي، بس بقول انه في كثير سياح بيجوا، فيمكن الاشياء اللي احنا ما شفنا شيء يعني، بس اللبس احيانا كان شويه خلينا نقول غير محتشم كثير يعني بالنسبه للاسلامي. انا مش قصدي كمان غير محتشم انه مش لابسات خالص، يعني زي انا عارف الاسلامي لما يفكر، مش قصدي هيك، قصدي كان اللبس تاعهم من غير حجاب شغلات زي هيك، يعني مش محجبات. انا بالنسبه لي ثلاث ارباعهم كانوا محجبات، مش محجبات، محتشمات، بس انا قصدي مش محجبات. تمام. فايشي زي هيك ما حيكون مناسب بصراحه انا بحسه لواحد اسلامي، بالذات انه احنا كمان كنا نذكر مثلا نقاشات داخل القبة ما يسموها هاي، فكنا نمثل مثلا انه احنا بعد على الاسلامي والاسلامي بعد علي. فمثلا اذا اجى واحد اسلامي مثلا عن جد يعني على هيك شغله، حيقعد ياخذ الموضوع شخصي اذا انا رديت عليه وكذا، ما حتزبط. عكس مثلا باقي الاحزاب اللي عندهم في شويه تعصب بس عندهم قبول لهالشيء. فبصراحه يعني اذا انت مش عارف شو توجهك روح عليه، اما تكون
إسلامي بحسها صعبة جدا، أو إنسان ملتزم. مع أنه كان في بعض الشباب اللي معنا يعني كان البعض يصلي، كان البعض ملتزم تمام، بس راجعوا بعيد. إذا كنت أنت كثير يعني حدا يعني ملتزم وكذا، وبالذات الشباب يعني بكون عندك شوية طيش، ما بنصحك فيها. أما أي حدا ثاني من أي حزب، حتى من الناس اللي بيميلوا للمحافظين، المحافظين طبعا يعني شبيه بالإسلامي ببعض النقاط من ناحية الحشمة وكذا، المحافظة بتزبط معاه، لأنه يمكن موضوع الاحتشام عنده مش شرط يكون حجاب تمام، فممكن يمشي معاه. بس انت مثلا ما بحسش يعني. ومش بس يعني موضوع الحجاب، كمان في كان شجرات كريسماس، وكان في مثلا رموز للديانة المسيحية هون وهناك. فالإسلامي بالنسبة له هذا الحكي كله ما بزبط. يعني يحكي بصراحة أنا كواحد يعني قارئ كثير بهالكتب، وبعرف إنه ما بنفع يكونوا هم بأماكن زي هيك يعني، دينيا واعتقاديا يعني بالنسبة لهم ما بنفعهم. فالإسلامية بصراحة ما بتنفعهم هيك قصص. أصلا عندكم كثير شغلات أنتم. فإذا أي شاب عنده الفكرة علماني أو مدني، بنصحه يتابع هذول الناس يعني على السوشيال ميديا، فيدوك يعني، وشاركوا بالتدريبات اللي بيعملوها أول بأول، وحاولوا استفيدوا. طبعا ما بعرف إذا هذا الفيديو حيكون في فيديوهات ظهر على الشاشة وأنا بحكي ولا لأ، أو إنه بس حيكون بس صوتي أنا وأنا بحكي. أو أنا بفكر كمان أخلي حالي مثلا صغير هيك على جنب الشاشة، والفيديوهات تشتغل يعني وأنا بحكي تمام. يعني هاي كمان يمكن حركة أعملها من باب إني أبين الفيديوهات كلها، لأني حابب أبينها بصراحة، إنه كان في كذا شغلات حلوة هناك، وبحب أنا هيك أوثق الأشياء أول بأول. وبنفس الوقت يعني ما بعرف بصراحة كيف حيكون الفيديو. على كل هذا اللي كان عندي، أنا اسمي شادر عبادي، ومبسوط إني أخذت هاي التجربة. ولأول مرة بحياتي يعني بقدر أقول صارت الصورة لانتمائي أو ميولي الحزبي أوضح بكثير بالنسبة لي. وبشكر عن جد القائمين بهذا البرنامج إنه أعطوني هاي الفرصة، وبشكر كمان الوزارة اللي كانت مسؤولة عن هذا ليش إنه يصير عنا. ودائما أتمنى يكون لنجاح أكثر إن شاء الله، وإن شاء الله أقدر أشارك بأشياء أكثر بعدين. وهذا كان رأيي بالمحاكاة بشكل عام كواحد شارك فيها، وكمان بالمنظمة هاي اللي عن جد أنا دخلت قلبي من أوسع أبوابه. شكرا للجميع.